السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورجعت ريما لعادتها القديمة، نادي الزمالك. ما احنا قلنا قبل كده الاستقرار يا جدعان، الاستقرار. نادي الزمالك نادي كبير، نادي الزمالك من أكبر الأندية الجماهيرية على مستوى العالم، ده من وجهة نظري. الزمالك فريق كبير. اللي بيحصل في نادي الزمالك ده أمر ما يرضيش ربنا، ما يرضيش أي مسؤول، أي بني آدم قاعد بيتفرج على اللي بيحصل في نادي الزمالك هيبقى زعلان. حتى انا اهلاوي اهو بقول لك قسما بالله اللي بيحصل في نادي الزمالك ما يرضيش ربنا. نادي الزمالك ما ينفعش يبقى عرضة لاي بني ادم يقعد ليل ونهار يشتم في نادي الزمالك او يعلي صوته او يبتدي يقول للعيبه الزمالك كلمه. او انا لعيب عندي ما بيشتغلش مقصر في اوضه لبس، في غرفه، في مكان، في نادي، في يابا فيلا، في قصر يجمعنا، في اللي فيه. ما ينفعش اطلع على الملأ واقول ده انا عندي لعيب وسخ، ده انا عندي لعيب في حته مش تمام. مش هينفع. قلنا الكلام ده قبل كده. انا مسؤول مش جمهور، انا راجل ماسك منصب جوه نادي الزمالك. انا البابا، انا اللي قاعد فوق على القمه، انا الاب بتاع اللعيبه دي كلها. احمد فتوح غلط اعاقبه، عبد الله جمعه غلط اعاقبه، فلان غلط اعاقبه، فريرا غلط اعاقبه. ما بيني وما بين ما بنتعلم يعني. انا عايز ما حدش بيتعلم من النادي الاهلي، لا ده بالعكس. ده هم شايفين ان النادي الاهلي هو المنظومه الفاشله، هو المنظومه الفاسده، هو المنظومه اللي مش نافعه. الراجل اللي اسمه محمود الخطيب ما بيعملش حاجه في حياته غير ان هو بيشتغل ما بين النادي الاهلي وقاعد قافل الباب عليه ولاعيبته. تمام. ده الفرق ما بين البني ادم اللي عايز ينجح والبني ادم اللي بيحب الحديده. اللي بيحب الحديده هيشتم فلان وعلان وهيطلع كل 3 دقايق. ايه ده؟ كل دقيقه تصريح معين وتصريح شكل، والتصريح ده غير ده. قناه الزمالك ليل ونهار عماله بتشتم في النادي الاهلي بدل ما تعالج مشاكلها. بدل ما النهارده جمهور غزل المحله او بعض من الجماهير غزل المحله بتشتم النادي الزمالك وبتقول له مش عارف مخدرات ومش عارف، في حاجات مأساوية بتحصل لنادي الزمالك يصعب على الاهلاوي والاسماعيلاوي، يصعب على اي حد اللي بيحصل في الزمالك. مش عارف، انا مش عايز اقول حاجات يعني تحسب على الواحد اكتر من الواحد. حسبنا الله ونعم الوكيل في اي حد بيوقع نادي الزمالك. نادي الزمالك مؤسسة كبيرة، مؤسسة عريقة. الجمهور اللي بيسافر من اسوان للمحل ما تفكرش ان انت بتدفع لي تذكرة مترو ولا قطر. جمهور الزمالك مستني المواضيع دي. جمهور الزمالك اكبر من كده. جمهور الزمالك رايح عشان النادي في ظل الازمات اللي بتمر بيها الشباب، ومع ذلك العيال مش عايزين يتخلوا عن النادي. فانا برضه هرجع اقول لك ان المنظومه يا راجل، ده قسما بالله الراجل رئيس لجنه الحكام كلامبرج، الراجل زهق مننا، طفش. قال لك ده ناس ما ينفعش يتقعد معاهم. ايه ده؟ ايه الناس اللي شغاله دي؟ ايه اتحاد الكوره ده؟ ايه الحكام دي؟ ما بيردش على التليفونات. الراجل زهق مننا قسما بالله. الراجل قال لك انا جيت عند ناس مخابيل، ده ناس تعبانه في دماغها، ده ناس بتكسر. العالم بيبني والناس دي بتكسر. العالم في حته تاني ودول في وادي. ده احنا في كوكب محدش يعرف عنه حاجه. النادي الاهلي عشان بس نخلص الكلام كده، عشان النادي الاهلي تعظيم سلام للعيبه النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي. وانا كاهلاوي قسما بالله الحمد لله، الحمد لله على نعمه النادي الاهلي، الحمد لله على نعمه مجلس اداره النادي الاهلي. ايا كانت المشاكل اللي عندنا فالاهلي الحمد لله نعمه كبيره. يعني الله يكون في عون جمهور نادي الزمالك قسما بالله. الاهلي النهارده عمل اللي هو عايزه، خد ال3 نقط وطلع بشكل كويس، حافظ على لياقه اللعيبه، ما تعبش اللعيبه لان عندنا كاس عالم. رساله لعيبه الاهلي، باذن الله تعملوا كاس عالم كويس. شدوا حيلكم لان جمهور الاهلي مستني منكم المزيد. يعني انا اتمنى من لعيبه النادي الاهلي ان هي ما تكتفيش عند من اول ماتش، وده نفسنا نلعب نهائي افريقيا. فربنا معاكم يا رجاله وبس كده. يا رب تكون الحلقه عجبتكم. ما تنسوش تصلوا على سيدنا محمد وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. سلام.